السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والصلاة والسلام على أشرف رسل الله. السلام عليكم يا تيتا. عليكم السلام. يا ترى يا تيتا إزاي الناس بتختار الزوج الصالح أو الزوجة الصالحة؟ ممكن تقولي لي؟ حاضر يا حبيبتي، أنا هقول. بصي يا حبيبتي، أنا هقول لك على حاجة، هقول لك حكايات وتعرفي منها إزاي بيختاروا الزوج الصالح أو الزوجة الصالحة. أيام سيدنا عمر كان طبيعته إن هو يتحسس الرعية. يعني إيه يتحسس الرعية؟ يعني كان يقوم بالليل وكده ويتمشى، يشوف حد بيشتكي من حاجة، يسمع حد بيئن فيساعده وهكذا. فسمع بنت بتقول لمامتها: مش عايزاكي يا أمي تغشي اللبن، انتي ما تغشيش اللبن يا أمي عشان كده حرام. هي كانت أمها بياعة لبن فكانت بتغشه، فكانت البنت بتنبه أمها إن كده حرام وإن هي مش عايزة الحرام ده. عمل إيه سيدنا عمر؟ جوز البنت دي لابنه. دي كده زوجة صالحة لأن هي مش قابلة الحرام. الشيخ الشعراوي بقى الله يرحمه كان فيه برضو جه أستاذ في الجامعة تقريبا في وقتها، كان طلب إنه هو يتجوز واحدة من أحفاده. اتصل بيه وقال له: أنا عاوز أتجوز واحدة من أحفادك. فالشيخ الشعراوي سأل ابنه: مين عندنا لسه ما اتجوزتش؟ قال له: فلانة. قال له: خلاص هنجوزك فلانة. هل هو شافها؟ ما شافهاش، لكن عارف إن هي طالعة من بيت محترم، طالعة من بيت عنده أصول دينية، فإن شاء الله هتكون زوجة صالحة. فيبقى ده سبب اختيار اللي هو الرسول عليه الصلاة والسلام قال إيه؟ اصفر بذات الدين تربت يداك. يعني اختار البني آدمة على أساس دينها، هتلاقي نفسك سعيد ومبسوط. كذلك نفس الحكاية بالنسبة للراجل. ما ينفعش ان انا اختار واحد مثلا مشهور عنه انه هو انسان عربيد او خاين او بكذاب او غشاش او بيسرق او ايا كانت الحاجات اللي بيعملها مش كويسة، او بني ادم منافق بيكلم ده بشكل وده بشكل وده بشكل ومشهور عنه كده. برضو هتختار الشخص اللي هي شايفة ان هو، او طبعا باباها اللي يختار لها، اللي هو انسان شايف ان هو انسان محترم. طبعا مش هنقول ان كل الناس اللي بدمها بتصلي تبقى كويسة، لا، هو طبعا الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ولو بني آدم صلى وكان بيعمل حاجة وحشة ففي وقت من الأوقات الصلاة هتنهى عن هذا العمل الوحش، لكن عقبال ما يجي الوقت ده هي مش هتستنى. فلو البني آدم لازم يشوف البني آدم ان الدين المعاملة لازم يكون معاملته كويسة، وفي نفس الوقت بيتتبع كل ما قال عليه ربنا. يعني قال صلاة بيصلي، صوم بيصوم، زكاة بيزكي، كل حاجة بيعملها زي ما ربنا قال. يبقى هنا دي أسباب اختيار الزوج الصالح والزوجة الصالحة، علشان الناس إن شاء الله ربنا يكرمها بذرية صالحة. لأن البني آدم لما بيبقى ربنا حطه دايما قدام عينيه وما يعملش أي حاجة تغضبه، بالتالي هيربي أولاده على هذه التربية، والأولاد هيطلعوا يلاقوا الأب بيصلي والأم بتصلي وهم بيخافوا الحرام، ما بيتكلموش على حد، بيحاولوا إن هم ما يؤذوش الجار، يحاولوا إن هم يكرموا الجار ويكرموا الضيف. كل الحاجات دي كلها بيتعلمها الطفل، فهيطلع برضو تطلع الذرية صالحة. فمن هنا تيجي البركة في الحياة، وتيجي البركة في البيت، وتيجي البركة في الرزق. الرزق لما بيبقى ربنا سبحانه وتعالى جعل فيه بركة، ممكن واحد ياخد حاجة بسيطة، مبلغ بسيط، وربنا يبارك له فيه. لو لا قدر الله عنده ابنه عيان، ممكن مع كوباية ليمون يخف. لكن البني آدم اللي بيجيب فلوسه من حرام ويكون معاه فلوس كتير، ممكن لا قدر الله ابنه يعمل عمليات ومش عارف ايه وايه وايه وما بيخفش، وبيصرف فلوس كتير في الأدوية وفي العيا وفي الكلام ده كله. خلي بالنا دايما ان احنا لينا رزق، والرزق بتاعنا دوت مقسم على حاجات. يعني ايه؟ يعني في جزء منه هيروح لله، علشان لما أطلع جزء من رزقي لله يقوم ربنا سبحانه وتعالى يبارك لي فيه. ومهما كان الرزق اللي جاي لي قليل أو كتير، فلازم زي ما بنقول نطلع منه حاجة علشان ربنا يبارك فيه. ويا رب أكون فهمتك إزاي الزوجة الصالحة تتختار. وهقولك على حكاية كمان من الحكايات اللي مرت في الحياة. كان لينا زميلة، طبعا كانت كبيرة وكان ليها أولاد بنتين يعني.
فالبنتين دول في واحدة منهم كانت بتشتغل في شركة، والشركة دي كانت محترمة وكبيرة وكويسة، فحبت زميلها في الشغل. هي كانت بتحبه ولكن هو كان بيكلمها عادي. توقعت ان هو برضو ممكن يكون بيحبها، هو ما كانش بيحبها، وهي كانت بالنسبة له شخص عادية. وهي كانت لبسها محتشم وكانت بتغطي شعرها، بس مش لابسة حجاب اللي هو الحجاب زي الشرع يعني، ولكن كان لبسها محتشم وكده ومغطية شعرها. وبعدين جه اخوها بيتجوز. لما اخوها بيتجوز عزمت زميلها ده عشان ايه؟ مامتها تشوفه ويشوف عيلتهم ويشوف كلام من ده كله، وعزمت بعض زمايلها طبعا وهو من ضمنهم يعني. فلما عزمتهم كانت مين معاها؟ اختها كانت موجودة في الفرح، لان ده فرح اخوهم هما الاتنين. فاختها من النوع المحتشم قوي، المحجب قوي، المهادية الكويسة. هي كانت إنسانة منفتحة شوية، صوتها عالي، بتضحك بصوت عالي وهكذا، وبتهرج مع هنا وهنا وهنا وهنا. فالمهم ان هو جه بعد الفرح زميلها دوت وقال لها انا عاوز اجي ازوركم في البيت. طبعا هي كانت فرحانه جدا وكانت فاكره ان هو جاي يخطبها. اتضح بعد كده ان هو كان جاي يخطب اختها اللي هي كانت قاعده في الفرح عاديه خالص، ما قامتش بقى رقصت وما عملتش زيها، لان هي بقى في اليوم دوت قالت لمامتها لا انا هبرين شعري واوضب نفسي عند الكوافير ومش عارف ايه عشان اعجبه ويبقى يخطبني ومش عارف ايه وكلام من ده. اغضبت ربها. فسبحان الله هو اختار اختها. وطبعا دي حاجه تبين لنا ان ايه؟ ان التمسك بالدين وان التمسك بقيم الاخلاق بتاعتنا بيخليك توصل للي انت عايزه. يعني لو هي كانت اهدى وعامله زي اختها كده، هاديه وقاعده هاديه وسكينه وفي شغلها هاديه برضو، ما بتتكلمش مع الناس بدون حساب بكده هو ان هي تهريج وكلام من ده كله، ربما كان اختارها. التمسك بالدين وبالاخلاق يخليكي تختاري شخص كويس، وهي كمان تختار شخص كويس سواء كان راجل او ست. يا رب أكون أفدتك يا حبيبتي وجاوبت على سؤالك. سلام يا حبيبتي، مع السلامة.